السلام عليكم. في شمال مصر على ساحل البحر المتوسط هنلاقي مدينة جميلة جدا، ناس كتيرة يمكن ما تسمعش عنها، اسمها مدينة دمياط الجديدة. في نهاية فرع دمياط هتلاقي مدينة اسمها راس البر. راس البر هي المثلث ده المصيفي الجميل جدا اللي بيقع على ساحل البحر المتوسط، وبيعدي جنبه كده نهر النيل. فهنلاقي لسان في آخر راس البر اللي هو التقاء مية النيل بمية المالحة بتاعة البحر المتوسط. في جنوب راس البر شوية وانت نازل على فرع دمياط هتلاقي مدينة دمياط نفسها عاصمة محافظة دمياط. وجنب مدينة دمياط هنا على ساحل البحر المتوسط من الناحية الغربية مدينة دمياط الجديدة. الخضرة اللي انا مخططها دي، الاحمر ده اللي ماشي جنوب دمياط وجنوب دمياط الجديدة، ده الطريق الساحلي الدولي، وعملنا فيديو عن المنطقة دي كلها قبل كده. تعالوا نشوف المدن القريبة من دمياط الجديدة. دمياط الجديدة هتلاقي جنبها هنا جمصة، وهتلاقي المنصورة الجديدة هنا على البحر، وهتلاقي جنوبها خالص المنصورة، ادي المحلة الكبرى، ادي كفر الشيخ، ادي بورسعيد. تعالوا نعرف المسافات بين دمياط الجديدة وباقي المدن، وبعد كده نرجع نتفرج على دمياط الجديدة نفسها. المسافة من دمياط الجديدة اللي على البحر لغاية موقف عبود في شمال القاهرة 190 كيلو متر، هتاخدها في حوالي 3 ساعات وربع. المسافة من دمياط الجديدة لغاية مدينة اسكندرية وهما الاتنين على البحر المتوسط، فهتمشي على الطريق الساحلي الدولي عشان تروح من هنا لغاية هنا. المسافة 186 كيلو، تاخدها في حوالي ساعتين وتلت. والمسافة من دمياط الجديدة لغاية مدينة بورسعيد على الطريق الساحلي الدولي 73 كيلو، بتاخدها في ساعة واحدة. والمسافة من دمياط الجديدة لغاية مدينة المنصورة 68 كيلو، تاخدهم في ساعة وتلت. والمسافة من دمياط الجديدة لغاية المنصورة الجديدة والاتنين على البحر 28 كيلو، تاخدها في حوالي 27 دقيقة. أما المسافة من قلب مدينة دمياط الجديدة لغاية قلب مدينة دمياط عاصمة المحافظة 16.5 كيلو، تاخدها في 23 دقيقة. يا ريت تتفرج على الفيديو اللي عملناه للطريق الساحلي الدولي عشان تعرف كل الطرق والبلاد اللي حوالين دمياط الجديدة. تعالوا بقى نقرب الخريطة لمدينة دمياط الجديدة ونشوف شكلها ازاي بالظبط. المدينة مرتبطة بالطريق الساحلي الدولي اللي هو الأحمر ده، ادي طريق ازرق بيربطها، ادي طريق موف بيربطها، ادي طريق ازرق تاني بيربطها بالطريق الساحلي الدولي. ده غير انها مرتبطة طبعا بميناء دمياط اللي على البحر. الميناء الضخمة دي هي ميناء دمياط. وكمان المدينة مرتبطة بدمياط عاصمة المحافظة. دمياط عاصمة المحافظة لو بصينا لها كده شايفين الشوارع ضيقة ومزدحمة ومش مرتبة وضيقة جدا وعشوائية. لكن تعالوا نشوف دمياط الجديدة عشان تعرف الفرق بين القديم العشوائي والجديد المنظم. شوف الشوارع في دمياط الجديدة منظمة ازاي، شوف واسعة ازاي، شايف هنا، شايف هنا، شايف هنا. تعال نروح كده، شايف الشوارع عريضة ازاي، المباني منظمة ازاي. الشوارع اترسمت بمسطرة، اترسمت بمنتهى الهندسة والتنظيم. الشارع عريض جدا، عرضه يصل لأكتر من 50 متر، في جزيرة في النص فيها أشجار، فيها خضرة، فيها حدائق. تعالوا نشوف ايه تخطيط المدينة كلها. المدينة في جنوبها الشرقي في منطقة صناعية هنا اللي أنا بشاور عليها دي منطقة مصانع كتيرة موجودة في جنوب شرق المدينة. لكن لو حبينا نشوف تخطيط المدينة بقى وأحيائها، المستطيل اللي أنا بشاور عليه ده الحي الأول، والمستطيل ده هو الحي الثاني، والمستطيل ده هو الحي الثالث، والمستطيل ده هو الحي الرابع، وده الحي الخامس أقصى غرب المدينة، والحي السادس أقصى شرق المدينة. الحي السادس فيه هنا إسكان متميز، وفيه هنا دار مصر، وفيه هنا الإسكان الأكثر تميزا، ولسه في عمارات بتتبني في الإسكان الأكثر تميزا. إن في منطقة في المدينة اسمها المنطقة المركزية، هي مش تابعة تعتبر لأي حي. المستطيل الأصفر الطويل ده اللي جايب أغلب المدينة. المستطيل الأصفر الطويل ده فعلا طويل جدا، طوله حوالي 4 كيلو أو 4 كيلو ونص. تعالوا نشوف في إيه. في هنا حديقة مثلا، حديقة مركزية أو دولية، جنبها موقف الميكروباصات والسيرفيس اللي في المدينة. بس خليك في الحديقة، شايف الحديقة كبيرة جدا إزاي؟ الحديقة الجميلة جدا دي طولها لوحدها 570 متر وعرضها 400 متر، يعني طولها أكتر من نص كيلو. هي حديقة ضخمة جدا. طبعا المدينة قريبة من شط البحر جدا، تعتبر بتقع على شط البحر.
بينها يا دوبك وبين البحر منطقة الشاليهات دي، يعني المسافة من الطريق الأزرق ده لغاية شط البحر أو مية البحر كيلومتر بالظبط. ودي منطقة فيها مباني وفيها فيلات. كمان قريب جدا من البحر لو ركزنا وبصينا هنلاقي إن في بيبدأ من هنا الكورنيش أهو. ده ممشى كده على البحر، ممشى جميل جدا قريب خالص من مية البحر، بينه وبين مية البحر حوالي 100 متر أو أقل. موجود الممشى ده أو الكورنيش ده موجود بطول المدينة كلها. في كمان من التقسيمات اللي في المدينة الزاوية اللي هي في الجنوب الغربي من المدينة، هنلاقي منطقة الجامعة دمياط الجديدة. دي الجامعة فيها دلوقتي كلية هندسة وبعض الكليات القليلة، لكن لسه الأرض فاضية وجاري العمل في بناء مزيد من الكليات في المنطقة دي. في كمان أرض ملك جامعة الأزهر بيتم العمل فيها لإنشاء مباني لجامعة الأزهر، بس دي موجودة في الناحية التانية اللي هي أقصى شرق المدينة. تعالوا نمسك المدينة أو نمسك المستطيل بتاع المدينة ده اللي زي ما قلنا طوله 7 كيلو وعرضه 4 كيلو. نمسكه حي حي ونعرف كل حي فيه إيه. نمسك الأول المنطقة المركزية نفسها. هنلاقي في المنطقة المركزية هنا في مثلا مسجد الدعوة، دي المستشفى العسكري في دمياط، دي الحديقة المركزية اللي قلنا عليها أو الحديقة الدولية، في هنا كلية العلوم تابعة لجامعة دمياط، في هنا جهاز المدينة، في بنك مصر، في هنا منطقة بنوك كتيرة موجودة في الشارع ده زي البنك الائتماني الزراعي، بنك التعمير والإسكان، بنك CIB، بنك فيصل الإسلامي، في هنا قصر الثقافة، في كمان في الناحية التانية هنا بنك القاهرة، المركز الطبي، سيتي جراند مول. كل الحاجات دي موجودة في المنطقة المركزية. وفي كمان هنا كنيسة، وفي كمان هنا الاستاد بتاع دمياط الجديدة، وفي شركة الكهرباء هنا موجودة في أقصى غرب المنطقة المركزية اللي هنا بتشحن عداد الكهرباء بتاعك لما بيخلص. نروح بقى للحي الأول، هنلاقي فيه برضو نمسكه من الشرق كده، ده اسمه سوق. المنظر السداسي ده في كل مجاورة اسمه سوق، لأن الحي فيه حوالي 4 أو 5 أو 6 مجاورات، فالمنطقة دي اسمها سوق أو المبنى السداسي ده اسمه سوق. هو عبارة عن محلات تجارية بتأجرها الحكومة أو جهاز المدينة بيأجرها للمنتفعين أصحاب المحلات. وإن كنت سمعت إن الأسواق دي حالها مش كويس. في كمان مسجد الرضوان، في مدرسة بلال بن رباح، في الثانوية الصناعية المشتركة مدرسة، في هنا معهد الدراسات الفندقية، مدرسة علي بن أبي طالب، كلية الدراسات الإسلامية، في هنا مستشفى الأزهر الجامعي، دي مستشفى كبيرة، في كمان هنا مدرسة دمياط الجديدة الرسمية للغات. وهنلاقي هنا كمان سوق وسوق، لأن زي ما قلت لكم كل مجاورة في المدينة فيها سوق. يعني لو قلنا إن ده الحي الأول اللي عرضه 2 كيلو مثلا وطوله حوالي كيلو وربع أو كيلو 200 متر، فهو فيه كذا مجاورة، دي مجاورة ودي مجاورة ودي مجاورة ودي مجاورة ودي مجاورة ودي مجاورة، يعني يعتبروا 6 مجاورات في الحي الأول. نروح بقى للحي التاني اللي هو أقرب للبحر وشمال الحي الأول. الحي التاني جنبيه من هنا الحي السادس وجنبيه من هنا الحي التالت. نشوف الحي التاني فيه ايه. الحي التاني فيه كلية التربية النوعية، وفي مسجد السلام. نطلع هنا هنلاقي مدرسة الكفراوي، هنلاقي نادي هنا نادي المهندسين، دي منطقة نوادي، نادي المستقبل، مسجد المدينة، نادي أولمبيا، نادي فينيسيا. في هنا كلية التجارة. واضح التخطيط الجميل للمدينة. لما ننتقل للحي التالت فنلاقيه أغلبه مناطق سكنية، ولسه في مساحات كبيرة منه لسه ما اتبنتش، ودي هتبقى المنطقة المركزية في الحي الثالث. نفس الحال تقريبا في الحي الخامس اللي هو في أقصى غرب المدينة، وادي المباني اللي فيها إسكان متميز، حاجات جميلة جدا في مدينة دمياط. في الحي الرابع لاحظت برضو إن في هنا مدرسة جميلة اسمها مدرسة رويال للغات. من أهم الشوارع الحيوية في مدينة دمياط الجديدة الشارع الموجود في قلب الحي الثاني اللي هو الشارع الصعيدي او شارع حسب الله الكفراوي او شارع الكفراوي. هو مشهور هناك باسم شارع الصعيدي. هو شارع مقسوم نصين. شايفين المباني كلها زي ما انتم شايفين معموله بطراز مصر الجديده اللي هو الطراز الاعمده اللي من بره، والمحلات موجوده من جوه. طراز جميل جدا موجود في مباني كتيره جدا في دمياط الجديده. الشارع ده ما فيهوش جزيره خضراء في النص، لكنه مقسوم نصين، وهو من انشط الشوارع في المدينه، وفي معظم الخدمات والمحلات والكافيهات والمطاعم وكل الشركات وحاجات كتيره جدا. ده مش معنى كده ان باقي المدينه حته مقطوعه، بالعكس باقي المدينه برضو مليان نشاط تجاري كتير جدا، ونشاط تعليمي وجامعات ومدارس وحاجات كتيره جدا. مدينه دمياط الجديده بتنشط اكتر في الصيف، لكن هي نشيطه على طول، لكن في نفس الوقت مدينه هاديه ومريحه جدا للاعصاب.
بس عشان هي جنب البحر فبتبقى في الصيف نشيطة أكتر من فترة الشتاء، لأن ناس كتيرة من بره المدينة بيروحوا لها في فترة الصيف. في كمان شارع مهم تاني اللي هو الشارع اللي بيفصل الحي الأول عن الحي الرابع، اللي هو الشارع الأخضر ده اسمه شارع 100، من الشوارع المشهورة في دمياط الجديدة. زي ما انتم شايفين المدينة كلها مليانة عربيات ومليانة ناس، لكنها في نفس الوقت منظمة جدا. عمرك وانت عايش في دمياط الجديدة ما هتشوف أزمة مرورية، عمرك ما هتشوف تلوث، عمرك ما هتشوف عشوائية أو فوضى أو ازدحام مروري. كل حاجة منظمة وكل الشوارع جميلة جدا. دي تخطيط مدينة وفكرة بسيطة عن مدينة دمياط الجديدة وأهم الخدمات الموجودة فيها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.